السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل كده عزومة هنقول عليها هنسميها العزومة المسافرة. هنعمل كده أكل يكون ناشف بدون سلطات بدون أي حاجة تكون فيها مية، بحيث هيتغلف وهيروح لمكان تاني وهيسافر من محافظة لمحافظة. تعالوا كده هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده حتتين من الكرنب، نضفتهم وشلت الورق اللي مش حلو، وشلت الراس والحاجات اللي كلها بقت نضيفة معايا. ده التسبيكة اللي أنا كنت مجهزاها في تجهيزات رمضان. طبعا الحاجات ما بتبقى جاهزة تخلص معانا على طول وما تاخدش وقت. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. نبدأ كده نسمي الله. معانا كده حلة وفيها مية على البوتاجاز. المية قبل ما تغلي كده بحوالي حاجات بسيطة. ما تحطهاش وهي بتغلي، لأن وهي بتغلي ممكن هتهري معاك الكرنب، لازم تكون لسه ما غليتش بحيث الورق يعرف يكون متماسك معاكي. هنزل كده بالكرنبة من جهة الراس عشان نحطها الأول، هتاخد لمدة دقيقة تقريبا أو أقل من دقيقة. بعد كده هنقلبها على الجهة التانية. دي أول مرة، بس تاني مرة ما تقلبيها تاني بتكون خلاص يعني ايه دخلت في السوا، فما بتاخدش وقت، ما بتاخدش معاكي يمكن نص دقيقة بالكتير. هنقلبها على الجهة التانية وبرده كمان أقل من دقيقة بنبدأ نطلع الورق زي ما انتم شايفين كده معانا مستوي يكون ايه حلو معانا. لو انت مش هتحطيه في المية طلعيه نقص شوية سوا وتحطيه على بعضه بحيث السخونية اللي فيه هتكمل معاكي سلق الكرنب. سلقنا الكرنب وجهزناه، وجهزنا معانا كمان ورق العنب، ومعانا كمان ورق خس يعني. اللي هيبقى موجود معانا يعني اللي هيحب ده هيبقى ياكل من ده، واللي كل واحد بيحب حاجة هياخدها. جهزنا كده المحشي بدل معانا التسبيكة جاهزة والخضرة مفرزينها، كل حاجة بنطلعها ونعملها على طول ما بتاخدش مننا وقت. نبدأ نحشي كده معانا. الحشو ده يرجع ليكِ، ممكن تقطّعي المحشية يعني الورق كل محشية لوحدها، أو ممكن تمسكي الورقة وتلفي منها وكده وتقطّعي على قد المحشية. حبّة رز صغيّرة ما تكتّريش عشان الرز ما يطلعش من الورق ويكون إيه، ويطلع منِّك كده ويبوّظ في الحلة. لأ خلّي حبّة الرز يكونوا قليلين معاكِ. معانا كده جوز فراخ، معانا منهم واحدة بلدي. هنبدأ نمسك الفراخ كده بعد ما غسلناها ونضفناها، نبدأ كده نقطعها. أنا هاقطّع كل يعني كل واحدة أو ورك هنقطّعه ل2، وهنقطّعه كده يعني الفرخة هتكون معانا واخدة في حدود 9 قطع حاجة زي كده يعني، وممكن معاهم الجناحين والحاجات كده. هنقطّعهم، واللي هيبقى معانا الطبق اللي هيبقى فيه المحلول الغسيل معانا. طبعًا هتغسليها بالطريقة اللي تريحِك. إحنا طبعًا غسلناهم قبل كده، بس بعد التقطيع بنبدأ كمان نغسلهم مرة تانية كده، وهنقطعهم ويكون معانا الطبق اللي هنغسل فيه ونحط عليهم المَيّة، وهنغسلهم كده تحت الحنفية بمَيّة جارية ويكونوا نضاف. وبعد كده هننقعهم برضه حوالي نُص ساعة بس ينزّلوا أي حاجة لو في العضم بعد ما اتكسر كده، تبدئي تنقعيها شوية، ممكن نُص ساعة، ساعة، لحد إيه ما العضم فيه ينزّل منه معانا الحاجات اللي مش نضيفة. نبدأ بعد كده بعد ما غسلناهم هنجهّز معانا التتبيلة. معانا فلفل أسمر وكمون، 7 بهارات، قرفة وجنزبيل وبابريكا وحبّة من الشطة والكاري، ومعانا زعتر، معانا كده دبس رمان، ومعانا آآ خل التفاح. معانا كده كل حاجة هتكون يعني اللي إحنا هنضيفهم على التتبيلة وهنتبّل بيها التتبيلة تكون جاهزة معانا. معانا كاتشب ومعانا خل. هيكون كلها التتبيلة تقريبًا كلها معانا، ومعانا علبة زبادي، بس طبعًا إحنا نطلّع العلبة كده بدون الاسم عشان إيه ما يقولش دعاية. فطبعًا بنجهّز كل الحاجات دي معانا. هانزل بالتوابل ومعاهم طبعًا الملح لو أنا كنت نسيته. هانزل بالبهارات اللي إحنا مجهزينها معانا، وهنبدأ ننزل عليهم بالإضافات اللي هتعمل معانا. هانزل كده بالكاتشب، معلقة كده كبيرة من الكاتشب، ومعانا هانزل معلقة زيت أو معلقتين. هننزل كمان بدبس الرمان وصوص الباربيكيو، يعني هننزل كل المكونات اللي إحنا قُلناها، أو ممكن لو إحنا نسينا منها حاجة. وطبعًا البهارات دي ممكن أنتِ لو أنتِ عايزة تشيلي حاجة يعني مش بتحبيها ممكن إيه تشيليها عادي. نزلنا بمعلقة خل، وهانزل عليهم كمان بعصرة ليمونة. أنا بس ماشية معاكم واحدة، واحدة بس عشان مش ننسى حاجة. وهانزل كده كمان بالعلبة الزبادي. هنقلّب كل ده مع بعضه كده وتكون معانا التتبيلة جاهزة. اللي هنتبّل بيها الفراخ. التتبيلة دي ممكن هتعمليها قبلها بيوم، أو ممكن لو على الأقل حاجة ساعتين 3. يعني لو أنتِ مستعجلة أوي يعني ممكن إيه نقول ساعة يعني لو أنتِ مستعجلة ومش يعني الوقت معاكِ أزف فهتعمليها بس أقل حاجة تسيبيها ساعة.
هانزل بالتتبيلة كده على الفراخ وهنقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة بحيث إن الخليط أو الخليط التتبيلة تخش كده جوه الفراخ. طبعًا إحنا مقطعينها قطع صغيرة بحيث تشرب التتبيلة معانا على طول، وهتكون جاهزة معانا. هنركنها كده معانا لمدة ساعتين 3 وتحطها في التلاجة أو ممكن برّه التلاجة لو الجو يعني مش يكون إيه يعني في الصيف أو حاجة محرّر معاك. بعد كده طلعناهم من التلاجة سيبها كده وهنحطها على الصينية بتاعة اللي هتدخّلها الفرن نرصها كده على الشبكة. طبعًا أنا في الوقت ده كنت باحشي وكانت بنتي بتجهّز معانا الفراخ، عشان طبعًا الوقت كان يعني متأخّر فحبينا نعملها على طول. فكل واحد كده كان بيعمل حاجة بحيث طبعًا العزومة دي وبيكون فيها كام إيد بتشتغل معاكِ وبتقدري تجهّزي معانا. دخّلناهم الفرن وكده جهّزنا مَيّة المحشي اللي هنعمل بيها معانا شوربة، ونزلنا عليها بمكعب من الشوربة، ونزلنا عليها بتخديعة من التسبيكة اللي إحنا كنا مجهّزينها. دي طبعًا الحلة وضفنا ويعني على الوش كمان ورق من الخس، ومعانا برضه ورق العنب، بس ورق العنب هنسيب معانا نضيف معاه كده معلقة من دبس الرمان، وهنضيف عليه طبعًا هيكون معانا ليمون. طبعًا الورق العنب باحب الليمون وإيه أساسي فيه. هندوب ده كلّه مع بعضه. دي كانت مَيّة المحشي، هي واحدة بس ضِفنا عليها الورق العنب حاجات تانية، وهانزل عليه بالقِعد كده. ورق العنب يا دوبك المَيّة يا دوبك ما توصلش فوق الراسة الأخيرة، خلّيها دايمًا يعني ناقص معاكِ. وهانزل طبعًا بدبس الرمان حبّة على الوش، وهانزل عليه بالليمون، وهانزل بعد كده هتحطيه على البوتاجاز يستوي لحد ما يبدأ يغلي معاكِ، وهتهدّي عليه النار وهتسيبيه على نار هادية يستوي معاكِ، ممكن ياخد معاكِ أقل حاجة ساعة. في الوقت ده الفراخ كانت في الفرن، طلعناها كده خدت وش وهنقلبها على الجهة التانية عشان تاخد وش معانا وتكمل سوا. كده تقريبا يعني خدت نسبة أكتر من 80% من السوا. على الجهة التانية بتبدأ تكمل معانا سوا لأن حاجات صغيرة فما بتاخدش وقت، يعني ساعتين بالكتير بتكون معاكِ استوت معاكِ واتحمّرت وخدت كل التحميرة على كل جهة. وهندخّلهم الفرن ياخدوا على الجهة التانية، وهتكون جاهزة معانا الفراخ وهيكون جاهز معانا المحشي. نبدأ بعد كده بعد ما نجهّزه وتكون كل حاجة جاهزة، هنبدأ كده عشان نغرف الأطباق اللي هنحطها لإن طبعًا إحنا قُلنا هي العزومة هتبقى بعيدة عن المكان، فهنحط كده الأكل. إحنا معانا أطباق كده ونزلنا بورق أو حبّة من الخضرة، البقدونس، وهنبدأ كده المحشي ده هنحطه واحدة فراخ واحدة ونرصه كده. طبعًا هو يبقى كام إيد يعني بتعبّي الأطباق عشان مش هيبقى في كل وقت يعني كله في وقت واحد. فهنبدأ نرص المحشي كده واحدة فراخ واحدة. المحشي اللي هيكون زي كده بتنزّليه ناقص ما تكمّليهوش سِوَى، بتسيبيه ناقص سِنّة صغيّرة، بحيث مع يعني مع السخونية بتاعة المحشي وتغطّي عليه بيكمّل معاكِ السِوَى، عشان لمّا بتغرفيه بعد ما يستوي خالص فبيكون ممكن لو غرفتيه كده ممكن هيتعجّن معاكِ. حاولي طبعًا تغرفيه واحدة واحدة ويكون عاملة حساب إنِّك تسيبيه يكمّل سِوَى يعني ولو بنسبة 5%. ورق العنب بس أنا شِلت الليمون هاركنه كده في طبق معايا، وبعد كده هاحطه على الوش طبعًا البطاطس اللي أنا حاطاها تحت الورق العنب والحاجات ديّة هاحطها على وش الورق العنب. الورق العنب أنا هاحطه كده في نُص الطبق، لإني هاحط معاه الفراخ، يبقى يعني الطبق ده واخد الفراخ معاه. كده طبعًا ورق العنب نزلت عليه بالليمون زي ما هو تاني، ورجّعت البطاطس ورشيت على وشه كده حبّة من البقدونس، وهنغطيه ونلفّته كده وهتكمّل يعني تقفلي عليه. طبعًا عشان كده قُلت لِك لازم تكوني المحشي تكوني منزّلاه ناقص سِوَى سِكّة يعني حبّة صغيّرين هيكمّل سِوَى في السخونية. طبعًا الورق الألمونيا بيعمل معاكِ الحرارة وبيحتفظ معاكِ بالحرارة، فلازم يكون اللي منزّلة المحشي ناقص شوية أو الأكل أو الرز أو الحاجة اللي هتعمليها تكون ناقصة شوية هتكمّل سِوَى. معنى كده اللي إحنا هنقدّمه في البيت أو طبق كده هنحطّوه معاكم، ده التقديم اللي أو الصورة النهائية ليه. إنّما الأطباق التانية إحنا غلّفناها نشيلها مكانها. كده هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كَل وللي شاف وللي هيجرّبه ويقول لنا رأيه فيه. وألف هنا وشفا للي هياكل طبعًا لإنه مش هيبقى معانا. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ.